جزائريتان مقيمتان بأبو ظبي إلى حادثة سب وشتم واعتداء جسدي من قبل مسؤولة مضيفات طيران تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في الرحلة القادمة من مطار دبي إلى الجزائر العاصمة. الأختان لاميا وإلهام نشدتا المسؤول الأول عن مؤسسة الخطوط الجوية بالتدخل لمتابعة حيثية القضية التي لا تعتبر الأولى من نوعها. في حادثة تستدعي مراجعة الحسابات بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، تعرضتا الأختان إلهام ولاميا إلى سب وشتم واعتداء جسدي من قبل مسؤولة مضيفات طيران عبر الرحلة رقم 4063 القادمة من دبي إلى مطار هواري بومدين بالجزائر. أنا اليوم صرالي بيج ويلكم زي ما يقولوا، والحمد لله على كل حال. جيت مع الرجيري وصار لنا سب وشتم وضرب تعدي جسدي، ضربتني. كان سوء تفاهم والمضيفة ما هزتش صوتها، وأختي ما فهمتهاش فسبتها، واختي تقول لها اختي قاعده تقول لها اللهم اني صايمه، بس هي يعني قاعده تسب. إلهام التي تقيم منذ 20 سنة بأبو ظبي تعمل مهندسة حفر في شركة بترولية، أما لاميا فمدرسة لغة إنجليزية. أثار استياءهم تعامل السلطات الجزائرية مع القضية بعد أن أودعوا شكوى لدى مصالح المطار، لكن مديرتها كبرتها أكثر وكلمتني بألفاظ بذيئة، وهي أصلا تمثل الجزائر بصورة سيئة، لأنه كانوا في اكسباتس من ورايا، كانوا إماراتيين، كانوا فلسطينيين معنا، كانوا يتماطلوا في الإجراءات، كانوا يقولوا لنا يلا أنتم ما راح تستفيدوا شيء، بس احنا قدمنا الشكوى. وفيما شهدت شركة الخطوط الجوية حوادث مماثلة، طالب زبائنها بتحسين الخدمات. مع الأسف الشديد المعاملة نتاع العمال نتاعهم معاملة سيئة جدا، سواء للأشخاص ولا الباجاج. لحقوا جماعة 12 و20 يخرجوا على 1:30 باش يستناو الباجاج، كي تمس الفاليزه تلقاها سخونه تالمون قعدوا لبرا. هذا ماهوش سيرفيس. هذا المسافرين راهم عباره عن يعني آلة وشويه لازم تتحسن، لازم تكون رقابه على المسؤولين وعلى المسافرين ويكون تنظيم حقيقي. الحادثة التي قد تسيء لمؤسسة كبيرة بحجم الخطوط الجوية الجزائرية تستوجب تدخل الرئيس المدير العام محمد عبد بودربالة لمتابعة من يبادرون بمثل هذه التصرفات المشينة. بولاية بجاية تعرف مطاراتها ومطارات مختلف ولايات الوطن توافدا كبيرا